هتلعبها بعمل شخصية مركبة، شخصية صعبة جدا عليا. يمكن ما لعبتهاش قبل كده يعني. يا رب تقدر تطلع للناس يعني بالشكل الكويس. هي شخصية محتاجة شغل مني كتير قوي، ومحتاجة بروف الترابيزة كتير قوي. طب ايه هي طبيعة الشخصية؟ هي شخصية بني آدم. أنا عامل دور بني آدم، دي جديد عليا يعني. رياضي، بني آدم رياضي، بس إن شاء الله ناوي بعمل بعدين إن شاء الله أعمل أكشن. ازيك يا عنان عاملة ايه؟ ازيك يا استاذه منال، وازيك وازاي الشظايا يا استاذ منال؟ والله احنا طبعا اجزنا الاسبوع اللي فات. عيد بقى، كل سنة وانتم طيبين. الله. بس قلنا لا، احنا لازم نعاود نشاطنا. لان بصراحة الاسئلة كتيرة وما بتخلصش. الاسئله الوجوديه الاوفر سينكينج. لماذا نحن بالظبط. هنا؟ ده ما هو حرفيا كده يعني. ايه وبعدين الاسئله؟ ايه اه الاسئله ما انا اللي اسمها بيقولوا عليها ايه حاجه مضجعك كده، يعني اللي هي ضجه مضجعك، اللي هي بتخليك ما بتعرفيش تنام يا استاذه منال. ايوه. ايه النهارده؟ والله انا كنت في مشوار لجنوب افريقيا. مهم. وشفت حيوانات بقى كتيرة وبتاع. الموضوع عجبني قوي اه. بصراحة يعني. وانبهرت بحاجات كتير. حلو. فالسؤال هو، مهم. لو انت حيوان تحب تبقى ايه؟ تحب تبقى ايه عنين؟ والله انا احب ابقى صقر او امم نورس، يعني جميل. يا صقر يا نورس. طب اشمعنى دول؟ طب يعني بس حد قال غالبا مكانك؟ صقر، غالبا صقر. انا اختار الصقر. صقر. أها. جميل. ماشي. ليه بقى؟ عشان الصقر من الحيوانات اللي بتعتمد على نفسها، بتعرف تصطاد. يعني النسر مثلا، يعني في الاول انا كنت شايفه ان النسر ده اولا شكله حلو واقوى، بنيته اقوى بكتير. الصقر جسمه اقل شويه وضعيف. بس النسر، مش كل النسور، مش كل فصائل النسور بتعرف تصطاد مبدئيا. زائد ان هي بتاعت عراك كده، وبتدخل في مشاكل لان هي من الحيوانات اللي بتاكل الجيف. فلازم بتستنى حد يصطاد ويخلص اكل فهي تنزل تاكل. غير الصقر، لا، الصقر بقى راجل كده مستقل، بيعتمد على نفسه، بيعرف يصطاد ومش مستني حد يصطاد له. وفي نفس الوقت الصقر ما بيتاكلش، فبني ادمين مش بيزعجوه، محدش بيحاول يدجنه غير ناس قليلة جدا جدا في الخليج. ويوم لما بيتدجن او بيستخدم في الصيد، اللي هو الحاجة اللي هو بيحبها، وبيتعاملوا معاه معاملة راقية. وما ما بيتباعش، مش بيتباع بالكيلو زي الفراخ، لا، بيتباع بالصقر. بيعمل شيء وشويات يا أستاذة منال. ده انت عاملة دراسة عن لما اصل السؤال ده دايما برضه يعني ايه، بيثير منامي وبيثير قلقي بالليل. الله، طب المفروض يطلع لي عفريت وقال لي انا هسخطك، يسخطني ايه؟ بس هو خدي بالك، هو سؤال حلو في ايه؟ اه. يعني اعتقد ان هو بيعكس تفاصيل كتير من شخصيتك يعني. انتي بتفكري ازاي ومنهجك ايه في الحياة. فتلاقي الاختيارات بتبقى interesting جدا. طيب. انت عايزه تبقى ايه يا استاذه مريم؟ انا عندي ما عايزه انا اعرف. تحبي تبقى ايه؟ انا احب ابقى حصان. امم. آه، طبعا انا ايه يعني. انا ابسط من كده بكتير. عايزه تفيدي البشريه. انا بالنسبه لي الحصان ده كائن جميل جدا. ده حقيقي. كائن جميل جدا شكلا يعني، ورشاقه و... وكمان ايه يعني، فايده فايده للبني ادم رهيبه. بس انا لما انا بقول السؤال ده، انا بالنسبه لي في عالم ما فيهوش بني ادم، تحبي تبقي ايه؟ لا، وانت البني ادمين هيسيبوكي، انت البني ادمين هيجيبوكي ويستأنسوكي ويروضوكي ويركبوكي في السبق ولو ده تتركب في السبق ده، لو حضرتك سعيدة الحظ. لو انت اه بالظبط. كمان هتخش حروب انت مش عارفة ايه ده اصلا، انا فين، اوه ناس بتهجم على ناس. لو انت في الارياف او في ناس بتزرع، هيتحط عليكي عربيه وتسحبي بني ادمين هي هو يا ساتر. هو حيوان يا مهم طبعا. ساتر.
حيوان ما مهم انت كان. ما انا عشان كده انا اللي انا بتكلم فيه. انا مم. في عالم ما فيهوش بني ادمين، اه تحبي لو انت في تبقي ايه؟ فرنسا هتتاكلي. آه يعني اروح اموت نفسي دلوقتي. أنا استاذه منال شوفي حيوان تاني انا بنصحك. لو انت حتى لو ما فيهوش بني ادمين فده من الحيوانات اللي الحيوانات المفترسه تحب تصطاده يعني. الاسد يصطاده والكلام ده. بصي هي الدنيا غابه. انا اصلا اساسا يعني لو اتزنقت بقى وطلع لي المارد من وقال لي انا هسخطك دلوقتي حالا يعني، لا ده كمان يعني انا كمان حظي وحش. مش هيطلع لي مارد يقول لي اتمني امنيات لا هيطلع لي مارد يقول لي انا كنت مبسوط جوه. انت طلعتيني ليه؟ انا هسخطك يا بنت بالظبط. اللذينه انت. ساعتها انا مجهزه الاجابه انا عايزه ابقى صقر. وانا اسفه يا استاذ والله انا اسفه بيه انا كنت فاكرك هتحقق لي امنيتي. ف... فعشان كده انا محضره الاجابه. انت عايزه تبقي ايه؟ عايزه ابقى صقر. ده طب ما فرض. هو معلش انه السؤال، هيخيرني. السؤال هو أها. انت دلوقتي بتقولي انت عايزة تبقي صقر، امم. عشان لو قلناهم 1 2 3 4 حلو. ما تدينيش تفاصيل، عشان سرعة، عشان يعني اديني كده نقاط. حريه. حريه. سرعه. استقلال بقى او عايزه الخص في كلمه مثلا ان محدش بيرازيه بقى ويقول له طب تعالى اصلك خش القفص ده يعني. مستقل قصدي. اه اعتقد ان هو اه الاستقلال. يعني انت لما بتفكري في السؤال ده فكرتي فيه من كذا ناحية. امم. فكرتي اولا حريتك، يعني انت كفرد، اه. فرديتك كانت مهمة على فكر الجماعة، على فكرة مثلا لو احنا مثلا ايه، لو احنا خيول كتيرة مع بعض ممكن نعمل ايه، لو احنا مش عارفة ايه ممكن نعمل ايه. اه. لا انت فكرتي ان انت كفرد انا هبقى عاملة ازاي وسط العالم ده، سواء بقى كان حيوان يعني او انسان. اه مش ف بعيش في التشييع ومش بعيش في جماعات. بعيش اخري يبقى عندي عش وفي صقرايه معايا ومعايا شويه كتاكيت كده. يبقى انت امم. يبقى انت ايه، حريتك دي حاجة مهمة جدا من اولوياتك في الحياة. اه. والاستقلال طبعا، الاستقلال الفكري ده من الواضح ان هو مهم جدا بالنسبة لك. وفي نفس الوقت انتي ما تحبيش تبقي الشخص اللي هو ايه، اللي بيستكردوه وبيديله على قفاه. انتي بتحبي تبقي مميز وسط الجماعة. او بيتم استغلاله باي شكل من الاشكال يعني حتى لو استغلال اه بشكل كويس يعني. ما هو الحصان ده اه ده كان جزء من الحضارات اللي اتبنت الحصان ده. بالظبط كان بيبني مع البني ادمين يعني. بالظبت. يعني بدل المسافة ال3 وال4 وال5 كيلو انت تاخديهم قد ايه مشي، لكن هتاخديهم بقد ايه في الحصان ده؟ طبعا قبل استخدام العجلة والعربيات. فالحصان طبعا طبعا مفيد. طب انت لو هتلخصيهم في 3 كلمات بقى. ليا انا يعني الحصان. آه انا آه انا دايما بفكر في اول حاجة بفكر فيها هي ايه. يعني مش عارفة ايه الكلمة المظبوطة اللي توصفها، بس هي ايه، الحنية او طيبة القلب. اه. ان دي حاجة، انا بالنسبة لي الشخص الحنين، او لو الدنيا دي فيها حنية بتهيألي انها تبقى ايه الطف من كده بكتير. هو الحصان حنين. فالحنية او السوفت هارت يعني. الحصان بيعرف صاحبه اها. وبيحميه. اه. و... وكمان يعني عارفه انت ايه، زي ما كنتي كده بتشوفي في الافلام اللي هو ايه، حصان صاحبك مات، الحصان ممكن يقدر يروح لحد المكان اللي هو صاحبه ده عايش فيه ويرجعه له اصوله. فانا بالنسبه لي الحاجات دي مهمه جدا، امم. ده حقيقي. مهمه جدا. وحتى آه لما تم تدجينه او ترويضه بقى مفيد جدا للبشرية. بالظبط. الحاجه التانية السرعه بالنسبه لي، او الجري ده في انطلاقه. ده حقيقي. وانا دي بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. امم. يبقى يعني الواحد الانطلاق الحنية والانطلاق اه وال... آه، والتالت حاجة. تالت حاجه يا ستي ال... الر... الرشاقه.
والرشاقة دي يعني يعني انا مش بتكلم ان هو ايه، مش تخين ولا رفيع. النسب كلها مع بعضها حلو. ده حقيقي صح. يعني وبعدين آه، الحصان ده من الحصان والغزال، آم، مش زي البقرة والجاموسة اللي هم كلهم بياكلوا نفس الحاجة بس ده ليه جسم وشكل وده ليه جسم وشكل تاني. ده حقيقي، ده حقيقي. الحرق عنده كويس. الحرق عنده انا شغال. بالنسبة لي انا شخص بيقدر الجمال. ده ف يبقى حنية و... مم. و... انت قلتي ايه وايه انطلاقة. وانطلاق وجمال. بالظبط كده. والله طب كويس. بس انا برضو بصراحة يعني لو العفريت طلع لي من ولا انا هسخطك كمان يعني، عفريت بقى حزين ولا هيديني فلوس ولا بتاع يقول لي هسخطك، انا في الاول هقول له طب والنبي سامحني ما تسخطنيش لان انا سعيدة بدور الانسان. اه، يعني في ده دي المحاولة دي الاولى. حاجة دي حاجة جميلة جدا. طيب، انا النقطة دي هاخدها اها. و... وهنتكلم بقى فيها من ناحيتين. جميل. انت لو خيروكي تبقي انسان ولا حيوان، انا عايزه افضل انسان. انا صح عايزة افضل كده؟ انسان طبعا. اوكي. مم. وانا افضل الحيوان. يعني انت لو يعني انت لو العفريت طلع لك يا استاذة منال وقال لك انا عندي ليكي 3 اماني فممكن تبقى الامنية الاولى وخليني حصان. الامنيه الاولى ان هو اصلا ما بقاش موجوده في هذا العالم. لو سمحت خليني حصان في مرعى كبيرة في وسط حصنة كتير، من 5000 سنة. لا من 5000 سنة ايه بقى، بس من ايه، من 10000 سنة قبل ما الإنسان يعرف بقى يمسكني ويقرفني في عيشتي. ايوه بالظبط كده. فما مش عايزة والله أنكد عليكي وأقول لك ممكن أسد ينط عليكي وياكلك. نو. لا، ما هو انت جاي تجيبي لي اكتئاب في الحلقه دي هو تقريبا. أنا شايفة إن الإنسان سيد الكوكب، مع احترامنا سيد الكوكب مره اه واحده. مع احترامنا لكل الكائنات الحية التانية اللي هي مش فاهمة احنا بنقول ايه اصلا، او على قد فهمي هم مش فاهمين احنا بنقول ايه، على قد فهمي ما ممكن يكونوا فاهمين وعاملين عبط صح. بالظبط. ان انا شايفة ان الانسان قدر انه يعرف الحيوانات كلها ممكن يستفيد منها ازاي، حتى بشكل بشع. يعني مثلا الفيل ووحيد القرن، ما انت مش عارف تاكله ومش عارف تتنقل بيه لانه صعب شويه وبتاع، طب هتعمل ايه؟ هشغله في الساحه وهاخد العاج بتاعه. طبعا انا ضد الفكره الشريره دي، بس الانسان قدر يستفيد من باقي الكائنات او الحيوانات، خلينا نقول الحيوانات، طب لان دي تسميها ايه؟ ان هو الانسان ذكاء، بيعرف. ذكاء. ابتكار. ذكاء على، والله ما عارفة، استغلال للأسف. بالظبط، بالظبط. استغلال. عشان أنا انا بحب بدور اتكلم لها على ثغرات. كلمة حلوة. هو بيعرف يستغل الموارد اللي موجودة حواليه. يعني ده كده احنا حلب للموارد حرفيا يعني. أيوة، حلب الموارد. أنا عندي بحر، أنا هركب البحر، ادوني بقى يا جماعة إيه، هاتولي كام خد. ولذلك احنا دلوقتي الحمد لله بنخلص كل حاجة. موارد بقى وطاقة، بنخلص كله خلاص، بنجيب ذرة في الحاجة الحمد لله. لا بس احنا برضو يعني مع اننا بنجيب ذره في الحاجه، في شويه ناس كده على جنب بيفكروا شويه، ما قالوا لنا يا جماعه خدوا بالكم انتوا بتجيبوا ذره في الحاجه، فبدانا نفكر في ايه ازاي نظبط الدنيا. يعني ماشي، يعني في يعني. اتجاه ان احنا نقلل الاستهلاك، نحاول نوصل لطرق طاقه تانية كده، لكن الإنسان بيعرف يستغل. الإنسان عرف إن في فراخ بتبقى موجودة في الغابات. الفراخ طبعا ما كانتش زي ما انت شايفاها كده، كانت في الغابات وبتاع، طب هاتولي بقى الفراخ ديت، الله دي طعمها حلو، طب اديني بقى وجوزهم لبعض وكبر الجي وقلل الدي ومش عارفة ايه وايه وايه وايه، وبقى اللي هو الكائن رقم واحد في الأكل. و... مم. فالإنسان بيعرف يستغل الحاجة اللي موجودة حواليه، بيعرف يطلع منها كل حاجة، في نفس الوقت بيعرف يحمي نفسه. يعني الإنسان
في كائنات كتير جدا تقدر تتغذى عليه. يعني الأسد ممكن يتغذى على الإنسان. احنا لو كنا بنعيش في القطيع وموجودين في الغابات كانت الأسود هتخلص علينا. اه. لكن احنا علشان متطورين بدأنا نعمل ايه، شيلتر او نعمل بيوت تحمينا، نعيش في جماعات، نخترع سلاح. دي حاجة الحيوانات ما قدرتش تعملها. يعني منذ مئات السنين والله، والحصنة بتتاكل، او بلاش الحصان عشان انت اخترت تبقي حصان اساسا من الأول. الثور الوحشي بيتاكل، مش عارفة ايه بيتاكل، وهو مش عارف يعمل حاجة قصاد ده، مش عارف يحمي نفسه قصاد المفترس. فاحنا البشر عندنا القدرة دي، بس سبحان الله عرفنا نتخلص من الوحوش. والحوادث اللي موجودة فردية وطبعا شديدة الندرة. يعني ان انت قلتي لي قبل كده الاسد بياكل كام انسان في السنه في العالم كله؟ حاجه و60 واحد ولا حاجه و80 واحد؟ والله مش فاكره. مش اه، فاكره. اللي هي نسبه قليله جدا. انت بتتكلمي 8 مليار بني ادم عايش دلوقتي. الاسود ممكن تخلص على 70 واحد في السنه، و70 واحد غالبا ايه ما كانش ايه واخد باله قوي، او بتبقى حوادث فرديه يعني. فاحنا عرفنا نتخلص من الوحوش اللي موجوده، والحمد لله عرفنا نتخلص من الوحوش ونحمي نفسنا. بدأنا بقى نقتل في بعضنا بقى. امم. احسن بيت امم. الحيوانات تقول لك دول قاعدين كده ازاي، لا احنا بقى نقتل بعض. اوكي. مم. اوكي. دافعي بقى طيب. دافعي بقى يا استاذه منال عن ان انت ما بتحبيش البشريه ليه، او مش مبسوطه ان انت تبقي انسان ليه؟ آه بصي، هي اسباب كتيره بصراحه. وهي ايه الحته اللي ايه، الثغره الصغننه ان انا ايه دخلت لك منها، اللي هي ايه، النفس البشريه للاسف. يعني احنا خسرنا كتير جدا من القيم والفاليوز اللي احنا كنا عايشين بيها. فأصبحنا يعني ايه بنهاجم بعض وبنأذي بعض وفعلا يعني ده خلاص. زي انت دلوقتي عندك الاخوات بيقتلوا في بعض و... ويودوا بعض محاكم هو ويعملوا مش من خناقات. دلوقتي، هو من اول قابيل وهابيل وهما بيقتلوا في بعض. يعني اول ايوه. اول ايوه طبعا. 5 6 كانوا على الارض بدأوا يتعاركوا. بالظبط. بالظبط. وتلاقي ايه ان ده اصبح الحاجه ده العادي دلوقتي. انت دلوقتي ايه، نادرا لما تلاقي ايه الاسر متماسكه بنفس التماسك اللي احنا مثلا ايه تسمعي ايه تشوفي باباكي وعمامك وبتاع عاملين ازاي مع بعض. دلوقتي الدنيا عماله تقل واحده 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 واحده. الغدر، الخيانه، ال نقولها ازاي، الغيرة من بعض. وان دايما انت عندك حاجات احسن مني. ليه؟ قد تكون حافز، بس اغلب الوقت انت بتتمني شر للشخص اللي قدامك، لان ده اسهل من ان انت تعملي حاجة لنفسك. وانا لما كنت في جنوب افريقيا، ف... مم. ففي الحيوانات، الراجل يعني هو بيشرح لنا، فبيقول ايه ان الحمار الوحشي والزرافة والغزلان بيحبوا دايما يبقوا مع بعض عشان يحموا بعض. اه ده حقيقي، اه. عندي شفتي. اه. لان حد فيهم قوي في حاسة الشم مثلا، السمع، السرعة، فيقدروا ايه يحذروا بعض من بدري وينقذوا نفسهم. مم. الحاجة التانية يقول لك ايه الأم الحمار الوحشي لما تبقى حامل وهتولد بتسيب القطيع وتولد عشان عايزة الطفل ده يقدر يعرفها اه بتولد ان بعيد دي عن امه. القطيع يعني. اه. ان دي امه، بحيث انه في حالة الخطر يعرف فين امه ويبقى معاها، بيهرب، بتساعده، بتنقذه، كلام من ده. مم. طبعا هي دي غريزة البقاء. يعني هو كل الكلام ده انه ايه غريزة البقاء. ولكن انت حتى لما بتشوفي العلاقة ما بين مثلا هنقول الكلاب والبني ادمين مثلا، مم. هتلاقي الكلب اللي بني ادم بيربيه عنده اخلاص ووفاء ومحبة اكتر من البني ادمين ذات نفسهم.
اه. يعني انتي بتندهشي ان الكلب ممكن يقدر يعمل حاجات للبني ادم اكتر من الانسان ذات نفسه. ده كفايه بس الحب والمحبه اللي بتبقى واصله، سواء واصله للحيوان من الانسان للحيوان او من الحيوان للانسان. مهم. ده حقيقي. انما بقى حته الصراع الدهاء بتاع البني ادمين ده، بصراحه انا في وقتنا الحالي او في عصرنا الحالي ده انا بعجز عن فهمه. يعني هنقولها ازاي؟ انا ساذجه ان انا اقدر اعرف اذا كان الشخص ده فعلا، يعني هنقول مثلا عنده نية غدر او بيخدع في حاجات ولا بتاع. انا ما عنديش الفطنة الرهيبة ان انا اقدر اعرف ده من الشخص اللي قدامي. ولذلك تلاقينا في الحياة بنقع في مطبات كتيرة بسبب آه ان احنا عندنا حسن ظن بالاشخاص اللي حوالينا، اللي هي ساعات ما بتكونش في محلها. ايوه بس آه احب ان انا احطم شويه من نظرتك الحالمه للحيوانات. تقريبا المشاكل اللي عند البني ادمين اولموست موجوده عند الحيوانات. يعني انا تشوفي لو اتفرجتي طبعا، يعني انا مش محتكه بالحيوانات ولا بتاع، بس بتفرج كده على الدوكيومنتريز اللي موجوده في ناشونال جيوغرافيك ولا بتاع، ان دايما مثلا لما الاسود او البريداتورز اللي هو الحيوان المتوحش بيجي يهجم على القطيع، بيختار الضعيف. يا بيختار طبعا. الصغير، يا بيختار المجروح، يا بيختار اللي بيجري مش كويس. ساعات بيبقى القطيع كله قوي، خصوصا في الجواميس الوحشية. انت ممكن توصل الموضوع ان واحد ينطح واحد يضربه علشان الاسود تاكله ويخلص بقى ينجو بحياته. امم. يعني عايزه اقول لك برضو ان الطيور، الطائر لما بيخلف كذا فرخ صغير، بيبقى مثلا عنده 5 6 أو 3 4، بيبقى العدد في حوالي كده. ساعات بيبقى فيهم واحد ضعيف، ضعيف أو تعبان، فده عايز مجهود أكتر وعايز أكل أكتر. الأم بتاخده كده من قفاه وترميه، ترميه بره العش يموت، علشان هي اه، ما ما عندهاش هي ما استعداد هو تعمل effort زيادة أو تعمل مجهود زيادة. والله هي بتجمع في اليوم مثلا 100 دودة، والله مش هتجيب 110، فكك بقى مع السلامة، انت سكة السلامة انت وترميه بره العيش. في حين امم. ان احنا البشر، انا مع ان انا اعرف ان زمان كان في اضطهاد للضعيف، واضطهاد للعليل او اللي عنده علة او اللي عنده إعاقة، كان في اضطهاد ليهم. بس مع تطورنا الناس دي بتبقى ليها التفات، مجتمعات كتيرة بتصرف لها إعانات. انت دايما لما تلاقي حد تعبان أو ضعيف انت بتوسعي له السكة يعدي، بتساعديه. لما بتيجي تتبرعي أو بتيجي حد يكلمك عن مستشفى، دايما بيبقى اختيارك الأول يبقى مستشفى الأطفال، بعد كده يبقى مستشفى لحد تعبان. انت مش هتتبرعي للناس تتعلم كورة. حد قبل كده في ناس طبعا بتتبرع للنوادي والكلام ده، بس لا، انا عندي الأولوية ان انا اتبرع للمستشفى. ان انا ومش انا بس، البشر. يعني احنا عندنا حتة ان لو في حد ضعيف او مسكين انا هساعده، مش هضحي بيه. الحيوانات بتضحي بالضعيف. ف... فعشان كده شايفة ان البشرية او كائن الانسان نفسه ده بيتطور كمان. بقية الحيوانات مش بتتطور، بقية الحيوانات او بتتطور طبعا، بس احنا مش، يعني انا عنين مش راصده التطور دوت. بس الحيوانات بتنقرض، يعني بتوصل ان هي مش عارفة تتعايش مع التغيرات المناخ، مش عارفة تتعايش من وجود مفترس جديد او من هجوم البني ادمين عليهم فبتنقرض. احنا امم. مكملين لحد دلوقتي، على حد علمي احنا شغالين مكملين وبنكتر كمان. امم. فعشان كده انا شايفه ان الانسان سيد الكوكب. بس ساعات بتجيلي فكره اللي انا قلت لك من شويه ديت، ان ممكن بقى، انت عارفه الافلام الامريكاني بتاعه الفضاء، الكائنات الالينز حاجه ده بينزلوا على الارض يبداوا يقتلوا في البني ادمين او اه. يتكلموا مع البني ادمين. امم. تخيلي بقى الفكره ان الالينز نزلوا على الارض ونزلوا يتكلموا. طائر الفلامينكو مثلا، هم نازلين. طائر الفلامينكو ده اصلا بحب الطائر ده قوي، شكله لذيذ. هو اصلا سيد الكوكب واحنا مش دريانين،
وعمالين نقول عليه واو حلو وبنحطه في المنتجعات، لكن هو اصلا سيد الكوكب وهو المسيطر. والالينز عشان متطوره عننا نازله تكلم طير الفلامينكو، واحنا بقى عمالين نقول لهم يا جماعه يا جماعه احنا هنا، احنا مسالمين مش هنهاجمكم. فهو يبص لك كده من فوق لتحت، انت مين اصلا؟ تعالى يا طائر الفلامينكو، احنا عايزين نعمل معاك معاهدة سلام، وتعالى ارضنا واحنا نيجي ارضك. فده هيبقى، اعتقد ان ده هيبقى اكبر مقلب، لان احنا نظن ان احنا السيد دي هتبقى قصة الموسم. ايوه يعني اهو ده الفيلم اللي اخش في السينما. كفايه بقى الينز بينزلوا، الناس كلها تقول لك هو ليه الالينز ما بينزلوش غير في امريكا؟ هو ليه الالينز بيتكلموا البشر يا جماعه؟ ده على اساس ان في الينز اصلا، ده موضوع تاني بقى. يعني يوم لما يبقى فيه الينز احنا ليه افترضنا انه نازل يتكلم البشر؟ وبعدين في كائنات الى الان طبعا البشر بيحاول يسيطر عليها وبيحاول، بس هي قوية قوية جدا زي الفيروسات والفطريات والبكتيريا. ما جايز الالينز دول يجوا يكلموهم. والله والله بصي، اللي انا سامعاه دلوقتي اه هي، انتي عندك امل في الانسانيه رهيب. انا آه، مؤمنة بكيان الانسان. ولكن انا فقدت الامل في الانسانيه. طب انتي شايفة البشرية بعد 100 سنة هيبقى شكلها ايه؟ وانا اقول لك بعدها انا شايفة البشرية بعد 100 سنة هيبقى شكلها ايه. ده يعني انا مش عايزه اكئب الناس اللي بتسمع. اها. انا شايفه ان هيحصل دمار. حروب الانسانيه دي. نووية بقى والبشر يرجعوا. اه بالظبط. ونرجع تاني بقى ايه، من اول وجديد، نبدأ تاني. والله ده آه سيناريو. امم ايه. ده سيناريو. لان يعني عارفة في مؤشرات كتيرة بتقول ان هو ده اللي كان حاصل يعني. فما مثلا قصة سيدنا نوح، يعني كان في بشرية وكان في حضارة وكان في حاجات كتيرة وراحت، اه الناس بدأت من جديد. انا شايفة ان احنا دلوقتي، وبعدين انت بتكتشفي بقى ايه، تقري بقى مقالات دلوقتي ايه، الفراعنة اكتشفوا علاج السرطان، والفراعنة عملوا حاجات في علاجه وما اعرفش ايه، كانوا very advanced. احنا لسه بنكتشف التفاصيل دي دلوقتي. امم فالسؤال اللي هو ايه، طب ما كانت في حضارات متقدمة لدرجة يعني زينا دلوقتي اه يعني انت واختفت. شايفة ان البشرية بتوصل لنقطة معينة وبعدين ترجع بالظبط. تنهار وتبدأ من الصفر؟ بالظبط كده. هي دي نظرية، انا متفقة معاكي في وجهة النظر ديت. ده سيناريو، بس انا شايفة سيناريو تاني. بس ايه بقى. بأمانة يعني انا شايفة ان السيناريو بتاعك اقرب للمنطق، خصوصا ان لسه البشر لحد دلوقتي في الحروب بيلجأوا لأعنف وسائل. يعني ما زلنا مع كل القوانين وكل التطور اللي احنا فيه، ما زالت بالظبط. في عنف رهيب جدا في الحروب، وربنا بالظبط، يحفظنا. ولذلك عشان كده انا بقول لك انا شايفه ان الانسانيه بتفقد. لا طب يعني انا انت هقول لك انت على حاجه. انت انت اتفرجي على على الكورونا لما طلعت وان وباء عالمي والكلام ده كله. طبعا في ناس ما زالت مقتنعه بفكره ان الكورونا دي مصنعه ومش، يعني قصتها الاساسيه مش زي ما احنا عارفين. وده وارد. وده وارد وما تقدريش تثبتيه، يعني ما عندكيش حاجة كده ايه براهين. ده حقيقي. ولكن ولكن ايه، في الحديث ايه مع احد الاصدقاء الدكاترة البشريين الطب يعني، مم. يعني كان النقاش بيقول لك انا شايف ان هو الكورونا دي حاجة مصنعة، عشان مفيش فيروس بيجي يعمل كل ده مع بعض، وجع بطن وزور وكحة وسخونية وتكسير عظم وإسهال التركيبة دي يقول لك دايما ايه، الفيروس يجي يعمل حاجتين من دول، ثلاثة من دول، مش عارفة ايه. قال لي انما التوليفة اللي بعد ما يمشي يعدم الشخص العافية كده صحته، ياخد له فترة على بال ما يقدر يقوم تاني على حيله ويبقى تمام. مهم. قال لي انا مقتنع ان هي ايه، دي حاجة متصنعة، دي مش حاجة طبيعية. اه والله. اه. هي وجهة نظر. يعني انت شايفة ان البشرية دي كمان 100 سنة غالبا هتبدأ من الصفر. آه.
هيبقى الانسان في الكهف وبيحارب بالظبط، نبدأ الاسود. بقى من أول والتاني. اه اه انا شايفه ان كمان 100 سنه ده سيناريو ان هو مثلا يبقى في حروب نوويه، والحروب دي تقضي علينا كلنا، ويبقى نظره ظالمه، وناس هتسرفايف وناس مش هتسرفايف، والتطورات اللي بالظبط. احنا وصلنا لها ديت كلها تتمسح، وازاي وصلنا لها تتمسح، وان الانسان يبدأ لسه من 1+1=2 لحد ما يوصل بقى للمعادلات اللي احنا وصلنا لها والتطور ده. انا عندي وجهة نظر تانية، امم و... وقد يكون ده سيناريو انا اتمناه، ده السيناريو اللي انا اتمناه، ان الناس توصل لمرحلة ان هم يتعايشوا، ويبقى في بلندنج او اختلاط للشعوب كلها مع بعض، اللي هي كانت زمان بنقول عليها العولمة، بس العولمة دلوقتي خدت، للأسف بقى في دول العولمة دي استفادت منها دول وخسرت منها دول كتير جدا. لكن بالظبط. العولمة اللي أنا بفكر فيها ان يعني انت دلوقتي انا في امريكا بمشي بتشوفي الاسيوي والافريقي والاوروبي والامريكي الشمالي والامريكي الجنوبي كلهم عايشين في بلد واحده، بتناغم. ممكن تشوفي ده في بلد زي دبي، يعني تنزلي في دبي تلاقي الخليجي والمصري والمغربي، والتايلاندي والايرلندي. انا اه نفسي يحصل التناغم ده، تبقى كل البلاد فيها diversity، او اللي هو الاختلاف، يبقى كل بلد عايش فيها اجناس كتيرة، وعائق اللغة ده يختفي، كلنا نبقى بنتكلم لغة واحدة أو ده لغتين ده 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 ثلاثة. حلم يوتوبيا خالص اللي انت بتقوليه ده. بس انت دي انت يوتوبيا جدا. لو من 100 سنة حد قالك على بلد زي دبي اللي فيها الناس دي كلها عايشة مع بعض من غير ما المسلم يقتل المسيحي أو يقتل الهندوسي أو يقلس على المجوسي، انت كنت هتصدقي؟ آه بصي يعني، ما هو انت هتصدقي، لان خدي بالك، ما هو ال- الجماعة البدو والرحل دول، ما الكلام ده موجود من زمان وبيتعايشوا. ليه احنا وقت مصر زمان، اسكندرية دي كان فيها المغاربة والتوانسة التجار، عشان مينا وكلام من ده. ده بيحصل. بس بس الناس دلوقتي، يعني احنا دلوقتي بسبب الحروب عندنا مثلا سودانيين، وعندنا سوريين، وعندنا فلسطينيين، للأسف المؤشرات سلبية، الناس مش مبسوطة، والناس تقول لك الناس دول ما هو بقى، دول ما عشان كده انا جايين بقول لك. دول جايين يزحمونا في رزقنا، دول مالوا البلد، دول هيغيروا الطبوغرافيا بتاعت المكان. ما تتغير طبوغرافيا المكان، ما هو الطبوغرافيا بتاعت المكان كده كده بتتغير، ما هو الطبوغرافيا ايوه، ما هو انا عشان كده ثابتة. بقول لك اللي انت بتقوليه ده يوتوبيا. الانسان من زمان عنده حتة ايه، اللي هو بيقول عليه ايه، ان هو ايه، دايما عنده احساس ان هو مهدد. انتي اقليه، آه وعندك اكتريه، الاكتريه دي عايزه تنتشر، تفرض سلطه، تفرض سطوه، دي مش عارفه ايه. الكلام ده بيحصل من ابد الابدين. تاريخ بيعيد نفسه على طول. حته ان حد يجي ويسيطر وياخد ويعمل، ما بتتقبلش. اللي انت بتتكلمي عليه الامثله بتاعت ان هو سواء امريكا ولا ايا كان العوامل الاخرى ديت، ده بيحصل عشان هم بيختاروا الناس الكويسة. انت بتختاري الأحسن في كل حاجة، بتختاري الأحسن في العلم، في الطب، في الهندسة، في المش عارفة ايه. ما عندكش السكيلز ديت، مكانك مش موجود هنا. لا لا والله هنا لو انا بتكلم عن امريكا، لا، اي حد حتى لو ما بيعرفش يقرا ويكتب ليه مكان هنا، بس مكان ليه صعب، مكان هنا بس. صعب اه يعني، بالظبط مكان بالظبط. صعب. انما انت دلوقتي والتعايش دون هو ايه، ما بيعرفش يقرا ويكتب، ما هو جاي ايه، ما هو جاي اسمها ايه، ريفيوجي. اه طب لاجئ. ماشي، طب اه جاي لاجئ بالظبط كده. طيب ماشي لو احنا وده طبعا عشان ادعاء ان احنا ايه، بلد جميلة وايه بتقبل الناس كلها والكلام الجميل ده. بس في الاول وفي الاخر انت بتقولي ايه، ما هو بيستراجل، ما هو بيعاني. ما هو انت زي انت ما
زي ما اي بلد محتاجه علماء ومفكرين، هي محتاجه ناس بتبني بايديها، بالظبط بالظبط. ناس بتعرف ترص الطوب على الطوب. انت بتقعدي في المكتب في الاخر في التكييف ترسمي، انا عايزه الاوضه هنا، انا عايزه مش عارفه ايه. ما انت محتاجه بقى الكلام اللي انت رسمتيه 20 30 100 واحد يحط بايده الطوبه على الطوبه، وواحد يناوله الميه، واحد يناوله المونه. فالمفروض ان المجتمع محتاج الناس كلها. ف يعني انا اتمنى، يعني انا كنت عايشه في السعوديه زمان وتربيت فيها. السعوديه كان فيها النوع ده من التنوع، بس واعتقد ان الموضوع في السعوديه بيتطور دلوقتي. يعني امم. والهنود، الناس كانت بتيجي من الهند بتعرف تتواصل مع الناس اللي بتتكلم عربي، ده حقيقي. بيوصلوا للغه في النص، لغه كده كانت ملخبطه ما بين العربي والانجليزي والهندي، وانت بتتكلم وانا فاهماك، وانا بتكلم وانت فاهمني. اه. ف انا اتمنى ان الانسان لما بيبطل يتعصب لدينه والجنسه واللونه والشكله والاصله. يعني ما انت عندك في مصر اولاد كبت، احنا الفراعنه، احنا مش عرب. هو انت بتفرق معايا ايه انا عربي ولا فرعوني ولا ماليزي ولا اغريقي؟ عارفه تفرق معاك في ايه؟ هو مع مم. احترامي ليك انت اخترت، يعني انت وانت قاعد فوق في السما نازل، قمت انت درست الموضوع وقررت ان انت تنزل في هذه البقعه بهذا النسب الشريف؟ انت ما اخترتش. اه. انت ما اه. اخترتش ان انت يبقى شكلك اسمر او ابيض او بنفسجي، انت ما اخترتش شكلك ولا اخترت دينك. ما برضه ما حدش بيختار دينه، احنا بنضحك على بعض ويقول لك انا خدت الدين ده. بالظبط ما حدش بالظبط. بيختار دينه ولا شكله ولا بلده. ده ف... حقيقي. فما فيش داعي ان انت تتفخر بده اوكي. و... طيب انا ايه. وتحترم أنا التاني. احنا فاضل لنا 3 دقايق على فكرة. اها. ما انا كنت لسه اقول انا ايه، انا حاسه ان احنا ايه، بس ايه مش نسينا الموضوع الاساسي. اها. وهي فكره ايه، ما هي الانسان. دي الفكرة اللي انا اه. قلتها دي، ازاي احنا نكمل، ازاي ما امم. نضطردش. I امم. think ان ده الطريق الوحيد اللي يخلينا ما نوصلش للحروب النووية اللي انت شايفاها وانا شايفاها، على فكرة كل الناس اه. شايفينها. اه. فنرجع نعيده تاني من الاول، اه. ان احنا لما نبقى كلنا متناغمين. اصل الحروب اساسها ايه؟ هي اساسها خناقة على الموارد، هي خناقة على الافكار والدين والاعراق. لو احنا تجاوزنا كل المشاكل دي، فهيبقى ده السبب اللي هيخلي البشرية تكمل ده حقيقي. وتكمل لفوق. ما نوصلش بقى للنقطة بتاعت البريك بوينت في حلقة الكفاية وننزل تاني اه. ناخد الزحليقة للصفر. بالظبط. بس. طبعا هي طبعا هو ده حلم يوتوبيا. نتمنى فعلا انه يكون موجود، مم. ولكن الرياليتي بالورقة والقلم اللي قدامنا، ان احنا آه، محتاجين نتعلم كتير قوي، آه، ونفهم بعض كتير قوي، وندي مساحة لبعض. احنا مشكلتنا ان احنا ايه، انسانيتنا بتنقرض، هي دي المشكلة. احنا بني ادمين بس الانسانية بتنقرض، ده موضوع تاني. مم. ال... وده هيخلينا بقى نفكر في الحلقتين اللي جايين. مم. اعتقد ان ده هيبقى تكملة لموضوعين تانيين، اه. احنا بنفكر فيهم للاسبوعين الجايين. اه وانتي كده كده معانا بقى. انا معاكي بقى، انا الضيفه الدائمه المستديمه زي السحر المستدير. بس انا بس احب اختم الحلقه ان انا اتمنى لو طلع لي عفريت من ما يسخطنيش. انا اتمنى. يا ريت يا استاذ. يعني عندك امل في البشريه، بس يوم ما يطلع لك العفريت هيبقى يسخطك. انا يوم لما يطلع لي عفريت لن ارحم احد يا استاذه منال. اوريكم اولاد الذين كلكم. احتمال انا اللي امحي البشريه. اسحاق. يلا باي باي يا استاذه منال. السلام عليكم.